دقيقة عماد، إذا منتخب الجزائر ما كان يعني في يومه ولا كان بالمستوى المطلوب، ليش خسرنا؟ لا شوف، ابتداء انا مبسوط ترى. مبسوط؟ ايه على مبسوط. الخسارة؟ ايه ليه؟ بس لان اليوم لو لعبنا ضد الكويت، انا احب الكويت ولا قريبه مننا مره، واحنا اعلى منهم، نفوز 5. الله، اعطيني لقطه صالح ابو الشامات، اعطيني مهاره سالم في الواحد على اثنين، الله على قصدك بوش. حنفرح فيها؟ ايه ما بعرف اخطائي الا مع هذه المنتخبات. عشان كذا قلت لك ما ابغى العب مع منتخبات اقل مني من اليوم الى كاس العالم. اليوم احنا نعرف مشكلتنا. عبد الله خيبري، اختبارك الحقيقي ضد الجزائر مش ضد منتخب اقل. اليوم اعرف امكانيات نواف بوش في الظهير الايسر خلل. اليوم رينارد شافوا خلل. لو كانت المباراه اقل، لا، بوش نقطه قوه ومفتاح لعب كبيره جدا. فانت اليوم لازم تفرح ترى ان عندنا مع منتخب اقوى مننا، عناصر افضل مننا، اختبار حقيقي لامكانياتنا واسلوب مدربنا. طيب متفقين على هذه، في تفاصيل المباراة فنيا. الجزائر افضل، هذا شيء طبيعي، هذا نحطها بين قوسين. لا، الجزائر عنده شكل. حتى الرياض لما كانت صعبه، انا مثلا الرياض وسالم احبهم، لاعبين كبار. الرياض لما صار يشوف الصعبه تطوير الفكره كان ينزل لعمق الملعب يطور. سالم لا، ما كان ينزل. خيبري كانوا سيئين جدا في عمليه تطوير الفكره. سالم كلاعب كبير مطلوب منك تنزل لعمق الملعب وتشتغل. اخطاء بدائيه، افراد ومجموعه، افكار هجوميه لا تستغل. شوف الثالثه هذه لو ما لعبنا اليوم ضد الجزائر ما راح نكتبها قوه، مفتاح لعب. مشاكل الظهير الايسر والمحور 6، الاخطاء البدائيه. هنا مثلا هذا لاعب كبير زي رياض، شوف 4-5 ثواني تعطيه فرصه يفكر والناس واقفه، وين محوري وين، ورافع يد، فرصه جول ترى، مش اوفسايد، فرصه هدف محققه. هذا اسمه خطا بدائي. شوف عمليه البناء، هذا يتكلم عنها عمليه البناء. ارجع من البدايه، شوف كنه فين واقف، هذه وقفه محور. هنا رينارد، هنا مع الجزائر تبان. هنا المفترض في عمليه البناء المحور يقرب. شوف بوشل يكون قريب، حطلع كورتي صح، يلا مشي. وقوف خاطئ، ايش حيكون نهايتها؟ جهاد بكري اخطا. شوف نهايتها، شوف المساحه. عزيزي المشاهد دور نواف بوشل، روح مش موجود، روح كمل. هذا مصعب وهذا محمد بكر، الظهير الايسر مش موجود اصلا. اذا انت وقفتك كانت خطا. افكار هجوميه لا تستغل، هذه فكرتنا، هذه قوتنا. مصعب، شوف مصعب في المساحه، نلعب روح لسالم. ليش ما تستغل؟ هنا امكانيات عاليه مثل سالم ومثل صالح ابو الشامات، نستغل قيمه مصعب في التمريره ما دام هي لمستنا اللي بتوصلنا للمرمى. حتى لما يقرب صالح ابو الشامات من سالم يسوون فكره، بس نحتاج التفاصيل هذه. سالم يكون بجودته العاليه ويسجل لنا الاهداف. شاهد مصعب، يلا يا كنو عاد سجل، يلا هذا دوري انا مصعب في الملعب، اعطيك فرصه جول. هنا كنو ما يستغل. هذه مش مشكله مصعب، هذه مشكله كنو والقرار السيء. هذه حلوه، بلعب تحول فراس. الحاله بين كم؟ بين 3. ركز عزيزي المشاهد، بين 3 ما راح تروح فراس، صح؟ ما راح تروح، لا يمكن اصلا. فراس مش هذه امكانياته، فراس لاعب محطه. فهنا ما في اي دعم هجومي. شوف هنا 3-على-1 اللي نقول مشاكل الظهير الايسر والمحور 6. شوف 3-على-1 بكل سهوله. شوف الخيبري وعينك على بوشل. شاهد الوقفه. شوف بوشل طلع من اللعبه تماما، تماما مش موجود. هنا نقول مشكله يا ظهيرنا الايسر. شوف نواف بوشل، شوف المساحه اللي تاركها، يلا روح امشي. صار مصدر عمليات مكشوف بكل سهولة. أنا أتجاوز، ونفس الكلام 3-على-1 روح امشي. 3-على-1 وروح، ركلة جزاء. 3-على-1 ترى أنا أخذها في النهاية جول. حاطيني ختم بلقطة أخيرة، نفس المنطقة. يا سلام، وش صدفة، نفس المنطقة. 3-على-1 بوشل حيطلع برا اللعبة. روح دور بوشل. بعد ما يروح، روح امشي دور بوشل. فرج على بوشل، مش تقليلا من نواف بوشل. نواف في الظهير الايمن لن يخطئ. اي لاعب تجيبه في المنطقه هذه ما راح يشتغل، لان هذه مش منطقته. اجل ما ضيع، لانه ما يلعب في مركز غير مركزه. انا قلتها في المباراه الماضيه، في جمهور طلع لا بوشل مبدع. ليه؟ فزنا على ساحل العاج، الامور طيبه. بس لما نخسر دحين يشوفون المشكله. عشان كذا انا افرح لما نلعب مع منتخبات تبين لك يا رينارد انه في مشكله. المحور 6 عندي ما يبغى يواجه، مثل اللقطه اللي اخذناها اللقطه الاولى. انا كمحور 6 اترك رياض يفكر؟ لا يمكن. أنا هنا عندي مشكلة في الظهير الأيسر. هذه اللقطة، نعم، هذا المحور 6 أترك رياض كذا يفكر؟ هذه لا يمكن تصير، صعبة كثير. اللقطات الثانية توضح أكثر أنه في مشكلة في الظهير الأيسر. الناس ما تبغى تستوعب أنه في مشكلة في الظهير الأيسر عندنا بوجود نواف بوشل. فلما نفوز يقولون كويس وقفة. شوف بوشل، تحن على بوشل. أنا ما أقدر أنتقده حبيبي نواف، ما لومه أبدا. يطلع من اللعبة تماما لأنه مش مركزه الرئيسي. حبيبي علي اللي بيجيني بيقول لي مع النصر، شوف مع النصر من جنبه مارتينيز،
سيماكان لو لعب في الظهير الايسر حيغطونه، بروزوفيتش حيكون مكان عبد الله هناك خيبر. يشيلونه، هنا ما في احد يشيله، كذا المقصد. انا يعني بعقل منطق لما اقول صالح الداوود مثلا، لما تجلس مع رينارد اليوم انت تقول له زكريا هوساوي اعلى من نواف ولا نواف اعلى في الظهير الايسر؟ مش امكانيات الله عز وجل، ما لنا علاقه، كل واحد له راي، بس في الظهير الايسر زكريا هوساوي اعلى. يا اخي علي مجرشي ليش يلعب على حساب محمد ابو الشامات؟ ليه؟ هو يقول لنا ليه؟ طيب في مباراه الاهلي والقادسيه جايه، صحيح صح؟ صحيح. رينارد يدخل معنا ويتفرج عليهم الاثنين. يلا كلنا كسعوديين نبغى نتفرج على علي مجرشي ونبغى نتفرج على محمد ابو الشامات. اعطيك شيء، مباراتين للاهلي مع القادسيه مش واحده. شفت؟ اختبار حقيقي لمحمد ابو الشامات وعلي مجرشي في القرار، في الوقفه، في الفكره، في الشخصيه، في القرار، مش فقط في الجرينتا، لا. هنا في لاعبين مميزين لازم ياخذون فرصه، ولا راح تكتشف الا لما تلعب مع منتخبات كبيره زي منتخب. اجل رينارد لا يفوتك مباراتين للاهلي مع القادسيه، دوري وكاس ان شاء الله عاد وقتها. مشاهد يقول